يتكون الجهاز التنفسي من فتحة الأنف، تجويف البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية التي تتشعب إلى قصبتين أصغر منها قطرا تسميان الشعبتان التنفسيتان. الحويصلات الهوائية. إن وظيفة الجهاز التنفسي الأساسية هي إيصال الأكسجين إلى الدم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون. يمر الهواء المحمل بالأكسجين خلال عملية الشهيق عن طريق الأنف إلى التجويف الأنفي المبطن بالغشاء المخاطي اللزج، والذي يحتبس جسيمات الغبار ويرشح ويدفئ ويرطب الهواء. ثم يمر الهواء في القسم العلوي للبلعوم، ثم عبر القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائية، ومن ثم إلى الحويصلات الهوائية. ينتقل الأكسجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم الموجود في الشعيرات الدموية المنتشرة في الرئتين. ثم ينتقل ثاني أكسيد الكربون والماء من الدم إلى الحويصلات الهوائية، ويتم طردهما إلى خارج الجسم بعملية الزفير. يتشبع الدم بالأكسجين ويغادر الرئة إلى الجزء الأيسر من القلب، ويحمل عن طريق الجهاز الدوري إلى جميع أنسجة الجسم وخلاياه. فينتقل الأكسجين من الدم إلى الخلايا. ولكن ما هو دور الأكسجين في الخلايا؟ إنه يقوم بأكسدة الغذاء وحرقه في ميتوكوندريا خلايا الجسم المختلفة، فينتج الطاقة اللازمة لاستمرار الحياة والقيام بالأنشطة المختلفة. وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء اللذان يغادران الخلية إلى الدم، حيث يحمل الدم بواسطة الأوعية الدموية إلى القلب ومن ثم إلى الرئتين. ثم ينتقل ثاني أكسيد الكربون والماء من الدم إلى الحويصلات الهوائية، ويتم طردهما إلى خارج الجسم بعملية الزفير.